حبايب مطبخ هالة عاملين ايه؟ يلا بقى نعمل كده احلى شوية عيش لزوم السندوتشات، ونملى الخير كده بالرياح الجميلة والبركة. وعيشي معايا اللحظة، والله طريقة ولا اسهل ولا احلى من كده، وهتملي الخير البيت خير وبركة. وانتوا شايفين كل حاجة على الطبيعة. انا ما بقصش ولا، انا جايلكوا كده بطبيعتي. يلا بينا على المكونات. معانا كيلو لبن هننزل عليه بمج سمنة حوالي 250 جرام، ونص كوباية زيت صغيرة. ما تكتريش الزيت حبيبتي، علشان خاطر الزيت ده بينشفه، يعني كفاية او نص كوباية زيت. وانا كنت حاطة معلقتين خميرة وحاطة معلقة ملح، بس كانت الكاميرا مش بتصور ساعتها. وهنفضل نقلب فيهم كده زي ما انت شايفة، وتعالي معايا بيهم. بعد ما نقلب فيهم كده، تعالي على طول معايا بيهم على الدقيق علشان نعجن. دي مش بس اللي احنا هنحتاجوه، احنا لسه هنحتاج قد الكمية دي مية. بس انا حبيت احط المكونات على الايه، على اللبن الاول. هنا نزلت بالخليط اللي انا كنت عاملاه على الدقيق، ونلم بيه الدقيق الاول. يعني نلم بالدقيق الخليط اللي احنا عملناه ده كله على طول كده زي ما انت شايفاني بعجين. ولو عندك عجان انزلي بيه برضو مره واحده، لان احنا لسه هنحتاج. انا هنا الكميه دي عامله 3 كيلو. انت عايزه تعملي كيلو، عايزه تعملي نص، ده براحتك الشخصيه. والله ولا اسهل من كده وما بياخدش وقت. وهتشوفوا معايا الحاجات دلوقتي، وهتشوفوا معايا دلوقتي المراحل الخبيز، وهتشوفوا معايا كل شيء. دلوقتي انا بدأت العجن ولميت شايف زي ما شايفاني كده يا حبيبة قلبي. تلم كل الدقيق باللي احنا بالدقيق اللي احنا نزلناه. وكل ما تحتاجي تحط مية، كل ما تحتاجي تحط مية زي ما انت شايفاني كده. برضو شوية بشوية انزلي بيهم، شوية بشوية. ما بلاش تحط كل الكمية مرة واحدة. كل ما تحتاجي، كل ما ايدك كده تحس ان هي ماسك فيها العجين، تحط شوية مية وتسلكي ايدك وتنضفي الطبق. ونصيحة من اختك هالة حبيبتك وصاحبتك وامك، دايما اعجني في حاجة واسعة، بلاش تعجني في حاجة ضيقة، عشان تاخدي راحتك وانت بتعجني كده، وتكوني ايه، عارفة انت بتعملي ايه، وما تبهدليش الدنيا حواليك. اعجني دايما في حاجة واسعة حتى لو الكمية صغيرة. دلوقتي زي ما انت شايفاني انا حبيت استعمل ايدي التانية، لان بصراحة لقيت ايدي دي مش لوحدها مش كفاية، لان انا عاجنة 3 كيلو. هحطهم في الفريزر عشان الاولاد ياخدوهم سندوتشات المدرسة. بدأت كده الم في العجين، الم فيه زي ما انت شايفاني يا حبيبة قلبي كده. وانت كل العجين ما يتعجن هتحسي انه نعم في تحت ايديك. وكل ما ينعم تحت ايديكي هتحسي ان خلاص العجينة قربت معاكي تتلم. ادي العجين حقه، ودايما نضفي الطبق كده وانت بتعجني، وسمي الله وصلي على الرسول. ولو انت شايفاني لحد هنا يا ريت تعملي لي اشتراك وفي القناه عشان يوصلك مني كل جديد. طبعا هنا خلاص العجينه كانت بسم الله ما شاء الله خلاص. كانت انعجنت. بشويه زيت يا حبيبتي كده وسمي الله وصلي على الرسول، وتختميها وتغطيها تخمر حوالي ساعه لحد حجمها ما يتضاعف. حطها في مكان دافي. هنا خلاص كان حجمها اتضاعف. جبتها يا حبيبة قلبي. هجيبها دلوقتي وهتشوفيني، واعملي معايا زي ما هعمل. هتاخدي قطعة وتبرميها كده على الطبلية بحبة دقيق صغيرين. دي الطبلية دي برضو انا هقرص عليها، وتقطعها قطع كده. القطعة حوالي 50-60 جرام، ما تزيدش عن كده. هتقولي لي عرفتي منين؟ انا لان عندي خبرة بعرف طبعا اوزن الحاجة. فانت بعينك كده وباحساسك حبيبة قلبي. القطعة تكون كده قد ايه؟ قد البرتقانة، لا برتقانة كتير، قد الليمونة الكبيرة شوية. حوالي كده ايه، لان الرغيف يكون صغير عشان الاولاد ما ياخدينه المدرسه، ما يكونش كبير في اللانش بوكس ويزهقك ويتعبهم كمان. وكمان ما يرموش منه. زي ما انت شايفاني كده انا بعمل معاكي واحده واثنين وثلاثه عشان تشوفيني. هتقطعيه قطع متساويه. طبعا العجينه حبيبتي كده ما تكونش لينه ولا تكون متماسكه. تكون العجينه كده يعني تكون معقوله كده، زي الملبن تحت ايديكي. وتلميها كده بايديك زي ما انت شايفاني بعمل. وحاولي ما تقوليش كده مش هعرف، لا هتعرفي. وطول ما انت بتسمي الله الحاجة هتطلع جميلة، وهتطلع زي الفل من تحت ايديكي يا حبيبة قلبي. شايفين
قطعة قد ايه، ما تزيدش عن، لو عندك ميزان تكون 60 جرام او 50 جرام بالكتير، ما تقلش ولا تزيد عن كده، عشان ما يبقاش الرغيف كبير معاكي ويغلبك وانت بتعملي. طبعا انا خلصت الكمية كلها بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفاني. وشايفة المكنة دي، يا ريت لو عندك تطلعيها، هتسهل عليكي كتير كتير كتير، وهتشوفيني دلوقتي وانا بعمل. هتحطي كده بسم الله ما شاء الله، هتبططيها كده تبطيطه صغنونه كده بايديكي، وبعدين تحطها في المكنه وتنزل منك. لو عايز تكتفي بالمرحله دي خلاص هيبقى مطول كده شويه، لو مش عايز تكتفي بالمرحله دي يكون مدور زي ما انت شايفاني كده، اعملي يا حبيبتي المكنه كده على 2، المكنه على رقم 2. وبرده كل مكنه على حسب المكنه اللي عندك، كل رقم على حسب المكنه اللي عندك. طبعا المكنه دي سهلت عليا كتير وما خدتش وقت، وفي ثواني كنت مخلصه، وبسم الله ما شاء الله والله ما خد معايا وقت خالص، اختصرت معايا الوقت بطريقه. وبرضه لو ما عندكيش المكنه دي ممكن تعملي بالسريع او بالنشابه او اللي عندك، هتبططيه برضه بسمك كده صغنون يكون رهيف كده وجميل زي ما انت شايفاني كده، وترصيه على شارع، او مش عارفه بيقولوا عندكم ايه، احنا بنسموه شارع عندنا، مش عارفه انتوا بتسموه ايه. ودلوقتي انا دخلته الفرن على نار متوسطة زي ما انت شايفاني بسم الله ما شاء الله، تقريبا ما فيش رغيف مقبش كده. ولو عندك فرن بوتاجاز تخبزيه عادي جدا، ما تقفيش يا حبيبتي. ولو عجبك الفيديو ريت تعملي لي لايك واشتراك وتدعميني. شايفين البركة، الكمية دي كلها طبعا انا هقعد الاسبوع كله. طبعا اعمل لاولادي سندوتشات المدرسة وانا مش محتارة هم هياخدوا الصبح. بسم الله ما شاء الله، طالع زي العسل زي ما انت شايفاه. ويا ريت تقولوا لي رايك، واي حاجه مش عارفاها ممكن تسالين في الكومنتات وانا بجاوبك على طول. والسلام عليكم.